لو سألت أي حد عايش في أمريكا وقلت له إيه أكتر سبب خلاك تهاجر أو تسيب بلدك الأصلي وتيجي تعيش في أمريكا، هيقول لك أول حاجة هتسمع منه هيقول لك علشان أولادي، مستقبل أولادي، عشان أضمن لهم عيشة أحسن وحياة أفضل. لكن هل فعلا الناس اللي عايشة هنا بتعرف تقدم لأولادها التربية اللي هم نفسهم فعلا كانوا يقدموها ليهم وهم قبل ما يجوا هنا ولا لأ؟ في حلقة النهاردة صديقي العزيز هقول لك على أشهر الأخطاء اللي بنقع فيها في تربية أولادنا في أمريكا، وإزاي ممكن إن إحنا نحاول نعالجها. أنا أيمن أمير وحضرتك بتتفرج على من أمريكا مع أيمن. أهلا بيكم من أمريكا مع أيمن. حلقة النهاردة من أكتر الحلقات اللي أنا يعني كنت متخوف جدا وأنا بجهز لها، لأن ده موضوع مفتوح قوي وفي أبعاد كتيرة، بس حاولت بقدر الإمكان ألخص الموضوع في نقط معينة علشان ما أطولش على وقت حضراتكم. مفيش شك ان ولادنا مهمين جدا وغاليين علينا، وكلنا نفسنا نوصلهم للايديال او للحاجه اللي هي يعني احسن حاجه ممكن ان احنا نعملها، بس احنا غصب عننا بتقع مننا حاجات و... وده نتيجه ضغوط الحياه اللي احنا عايشين فيها. بس في فيديو النهارده هفكر نفسي وافكركم بالحاجات اللي احنا ممكن نحاول نعدلها، علشان التربيه هنا مختلفه تماما عن التربيه في بلادنا العربيه اللي احنا جايين منها كلنا. اول نقطة يعني حطيت ايدي عليها هي دايما وابدا هي نقطة الانشغال او الوقت. احنا بنيجي دايما بيبقى هدفنا الاساسي ان احنا عاوزين نوفر لاولادنا حياة كريمة ولاسرنا حياة كريمة، وعاوزين نعمل حاجات حلوة قوي علشان خاطر مستقبل اولادنا ويتعلموا كويس وحاجات زي كده. لكن مع الاسف نتيجة ان المجتمع ده مجتمع يعني واعد قوي وبروميسنج قوي، وكل ما بتشتغل اكتر كل ما بتجيب فلوس اكتر، بتبص تلاقي اول سنة وتاني سنة غير بعد 3 سنين، بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، بتبص تلاقي الحياة خدتك بشكل اكتر، وبدأت ان انت تنشغل اكتر، وبدأت تدخل في دوامة الحياة اكتر، وبدأت احلامك تكبر معك. يعني بدأت تبص تلاقي نفسك الاول نفسك تشتري بيت صغير، بعد كده نفسك تجيب بيت اكبر، بعد كده نفسك تخلي البيت 2 و3 و4. كان عندك بيزنس صغير عايز البيزنس بتاعك يبقى بيزنس و2 و3. كان عندك عربية نص نص بقت عايز تجيب حاجات. فكل ده بياخد طول الوقت، بتشتغل بتشتغل بتشتغل، خصوصا لو الاحتياجات الأسرة كترت وبقى الزوجين الاتنين بيشتغلوا، فبقى هو وهي الاتنين مشغولين. بالتالي الأولاد بقوا بياخدوا كل حاجة من المجتمع الأمريكي، والمجتمع الأمريكي زي ما فيه مميزات زي ما فيه عيوب. هتبص تلاقي الاولاد اتشبعوا بالثقافه بتاعت هنا، وبداوا فكرهم يبقى كله في حاجات زيهم زي ولاد البلد. ما بقتش انت النهارده قادر ان انت تسقيهم الحاجات اللي انت كنت عاوز تعلمهم، قيم، مبادئ، عادات، تقاليد، دين. كل ده انت مش قادر تغرسه فيهم، لان هم اوريدي انشغلوا عنك باصحابهم، وبقى المرجعيه بتاعتهم كلها هي المدرسه والصحاب، وحضرتك كانك ما بقاش موجود. فدي اول مشكله او اول حاجه بنقع فيها، هي ان احنا بننشغل عن اولادنا بالطموح الزياده، وان احنا زي ما بيقولوا كده البحر يحب الزياده، ويعني ان كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى الثالث. فكل الوقت احنا عاوزين نزود نزود. ببساطه شديده لو انا عندي اللي يكفيني خلاص انا تمام كده، اركز اكتر بقى اهتماماتي واحتياجات اولادي من ان هم يقعدوا معايا اكتر واديهم وقت اكتر على قد ما اقدر. ان انا ان شاء الله حتى لو نص ساعه كل يوم اقعد مع اولادي. لو ما عنديش حتى الوقت ان انا بتيجي ان انا بشتغل كتير وبطبق وحاجات زي كده، على الاقل حتى الويك اند يبقى فيه يوم كده الاولاد هيشوفوني فيه ما اعملش اي حاجه غير ان هم يقعدوا معايا. ان شاء الله حتى قبل ما يناموا يبقى فيه ربع ساعه نص ساعه كل يوم بنقعد نعمل بريك داون كده، ايه اللي حصل في يومهم، عملوا ايه، خدوا ايه في المدرسه، عملوا ايه مع الصحاب، مين صحابهم، اكون عارف مين معاهم في الكلاس بتاعهم، مين اقرب حد ليهم في المدرسه، وهكذا. فكل ما انا كنت قريب لاولادي بديهم وقت كتير، كل ما هفهم اكتر هما بيفكروا ازاي. دي هتاخدني للنقطة التانية اللي هي ايه؟ الفجوة الثقافية اللي بيننا وبين اولادنا. مع الاسف احنا بننسى ان احنا ولادنا مش مش زينا. يعني هما ممكن يكونوا متجنسين بالجنسية بتاعتنا بحكم صلة الدم، ولكن هما مش زينا. يعني انا مثلا ولادي مش مصريين زيي، هما امريكان. ولاد حضرتك لو انت مغربي، لو انت تونسي، لو انت ليبي، لو انت عراقي، ولادك مش عراقيين ولا توانسه ولا مغاربه، هم ولادك هم امريكان. خلينا بقى نفهم الحقيقه دي، هم امريكيين. فانا يهمني مش ان انا اخليه زيي في الجنسيه ونفس الثقافه، لا، لازم افهم ثقافته هو ايه، ومن خلاله اديله القيم اللي انا
اتربيت عليها القيم الصح او الدين الصح او العادات الصح. لكن خد بالك ان في عادات هو هيتعود عليها بتاعت البلد، انت مش هتبقى قادر ان انت تنزعها منه. وهنا دي بتحصل دايما كتير مننا بقى من الجيل بتاعنا احنا، الجيل الاول اللي هو بيسموه دايما الجيل الاول، اللي هم المهاجرين اللي جايين كبار وبعدين طلعوا جيل هنا، فده بيسموه دايما الجيل الاول. كتير من مشاكلنا كجيل اول بيحصل دايما نوعين من الناس. النوع الاول اللي بينعزل تماما ويبقى عايز يعيش زي ما كان عايش في بلده يعيش هنا، وده بينعزل عن الواقع. ده انا انا بعتبره شخص انعزل عن الواقع تماما. هو فصل نفسه عن المجتمع، عمل لنفسه قوقعه كده حواليه، ما بيجيبش طلباته غير من البقاله العربي، ما بيتعاملش غير مع ناس عربيين، ما بيتعاملش مع حتى لو عايز يصلح حاجه في البيت لازم يدور على حد صنايعي الميكانيكي المصري اللي مش عارف ايه. كل خلاص هو عزل نفسه عن المجتمع، مالوش اي اصدقاء من جنسيات تانية او من خلفيات تانية. فبالتالي بالنسبه له المجتمع الامريكي ده بلاك اوت، هو ما يعرفش عنه اي حاجه. فبالتالي لما بيطلعوا ولاده في المدارس هم طالعين بقى من مدارس وخلفيات ودنيا تانية، هو ما يعرفش هم بيفكروا ازاي ولا دماغهم ايه ولا الصح ايه والغلط ايه، فمش قادر ان هو يجاري معاهم في طريقه التفكير او في العادات، او يغير لو في اي مفاهيم غلط دخلت لهم من خلال المجتمع. لان زي ما قلت لحضراتكم يمكن في فيديوهات سابقه، المجتمع الامريكي هو مجتمع متعدد الثقافات، هو مش مجتمع حاجه قايم على حاجه واحده. انت عندك هنا في عرب وفي اوروبيين وفي افريكان امريكان وفي ايجيان، ناس من عروق اسيويه، في روس، في المان، في كل بقاع الارض. فانت عندك مجتمع هجين بخلطبيطه كده من كل الدنيا. فانت عشان تعرف تتعامل مع ثقافه بقى الثقافات اللي بتدخل في عقل ابنك او بنتك دي، لازم تكون انت محتك علشان انت كمان تفهم وتسمع، عشان تقدر ان انت تعرف هم بيفكروا ازاي. الحاجه التانيه اللي عاوز اقول لك عليها، غير النوع التاني بقى من الناس، اسف، النوع التاني من الناس هو النوع اللي بينفتح زيادة عن اللزوم. يعني في نوع بينغلق، ونوع تاني بينفتح زيادة عن اللزوم قوي، وزي ما بيقولوا كده عليه يتأمرك، او ياخد الثقافة الامريكية قوي ويدخل في انفولف قوي ويغير بقى كل جلده. وده مع الاسف لا هو بيعيش زي ما هو اتربى في بلده، ولا هو بيفضل، ولا هو بقى امريكاني. يعني لا هو فضل عربي ولا هو بقى امريكي، فهو بقى حاجة كده هجين. احسن حاجه او الايديال او الحاجه النموذجيه الافضل بالنسبه لك انت كمهاجر اللي هتنعكس على اولادك، انك انت تنخرط في المجتمع الامريكي، ما تنعزلش عنه، مع المحافظه على ما تربيت عليه، سواء بقى من عادات، من افكار، من قيم، مبادئ. لان انت خد بالك حتى المجتمع الامريكي هتلاقي فيه قيم مشتركه بيننا وبينهم كتير قوي. يعني هتلاقي مثلا عندهم فكره احترام الكبير، يعني الناس الكويسه هتلاقي عنده فكره احترام الكبير. ما ينفعش اعلي صوتي على بابا وماما، ما ينفعش اعلي صوتي على جدي وجدتي، لازم اسمع الكلام. في قيم مشتركه، هتلاقي الناس الامريكان اللي هم الكويسين بيربوا ولادهم على نفس المفاهيم ونفس الافكار اللي انت برضه اتربيت عليها. هتلاقي في ارضيه مشتركه كتير قوي. عشان كده بقول لك لما بتتعامل مع ناس من خلفيات مختلفة هتفهم ان انت في حاجات مشتركة بينك وبينهم، هتعرف بالتالي تغرس ده في اولادك بسهولة، لان هم شايفين اصحابهم في المدرسة عندهم نفس المفاهيم. عشان كده مهم انك تدي وقت، النقطة اللي اتكلمنا عليها في الاول. فبالتالي هتعرف مين اصحابهم، مين افكارهم، مين عائلاتهم، مين اسرهم، مين عادات اللي متربيين عليها. هتقدر ان انت كمان تدخل ده في عقل ابنك او بنتك في التعامل معه. اخر خطأ بنقع فيه او مشكله بتبقى عند كتير مننا هي مشكله اللغه. ولما بتكلم عن اللغه هنا بتكلم عليها بشقين: اللغه كلغه في التعامل كلغه انجليزيه، ان في كتير مننا مع الاسف برضو في بعض الولايات انا شفتها ولمستها، بيبقى في بعض الناس بيقول لك من اول ما بينزل من الطياره لغايه اخر يوم في عمره هو ما بيتعاملش غير مع الجاليه العربيه بس. فبالتالي اللغه عنده لا تنمو لانه ما بيحتكش بحد. يعني كل احتياجاته وكل طلباته بيجيبها دايما يا من البلد العربي يا من الحاجه العربي. وعايش في السيتي او في منطقه كلها ناس بتتكلم لغه عربيه، فبالتالي ما بينطقش اللغه. فدايما بيبقى عنده حته جاب في التواصل ما بين اي حد بيتكلم لغه انجليزيه. اولادك هيطلعوا فاهمين عربي، لكن مع الاسف خد بالك هم هتلاقيهم بيسمعوك بالعربي بس عايزين يردوا عليك بالانجليزي، لان هم يعني بيرتاحوا اكتر، اللغه اللي اتربوا عليها بيرتاحوا اكتر ان هم يتكلموا انجليزي. النقطة التانية في اللغة هي اللغة بقى ما وراء الموضوع، مش لغة انجليزية بس، لا، لغة الحوار بتاع جيله. يعني مشكلة اللغة بتكلم عليها كمهاجر كلغة انجليزية، والنقطة التانية كلغة الحوار لازم تكون فاهم لغة جيل ابنك وبنتك. لانه برضو احنا كمان لينا مفرداتنا وهم ليهم مفرداتهم، والبلد هنا ليها مفرداتها.
فمهم جدا انت تكون فاهم ده واوير بده وواعي لده، علشان تقدر انك تتواصل مع ابنك وبنتك، تفهم الكلمه اللي هو قالها دي، في اكسبريشن معين هو ممكن يكون قاله، او في مصطلح معين ممكن يكون قاله. انت فاهم انجليزي بس انت مش فاهم ما وراء الكلمه. لما انت بتبقى فاهم لغه الجيل بتاعه، او محتك بيه، محتك باصدقائه، بتشوفهم بيتكلموا ازاي، بيعملوا ايه، هيكون انت عندك الوعي اللي انت بتقدر بيه تلم المفردات بتاعته. حتى لو مش هنقول بنسبه 100%، بنسبه 80 90%، هتبقى على الاقل فاهم لما هو يقول لك كلمه هو يقصد بيها ايه، او لما بنتك تقول لك كلمه هي تقصد بيها ايه. فبالتالي هتقدر ان انت تتكلم معاه وفقا لعقليه جيله. اخر نقطه، ودي الاهم بقى اللي عاوز اقول لك عليها، اوعى تلجأ للعنف في تربية اولادك. اوعى تلجأ للعنف في تربية اولادك. العنف في البلد دي ممكن يخسرك حاجات كتيرة جدا. يخسرك جزئين. الجزء الاول وده الاهم في وجهة نظري هو الجزء النفسي. ان انت الاولاد هنا بيتربوا في المدرسة على المشاركة، على ان هو يقول رأيه، على ان هو يعبر عن اللي جواه، على انه يعبر عن مشاعره. وده بيتعلموا فيها من هم في بري كي، من هم لسه صغيرين. بيدوا لهم صور كده، ويديله صورة وش زعلان، ووش فرحان، ووش خايف، ويقول له ايه ده، يقول له هابي، ساد، باد، فير. بيعرفوا الاول الفيلينجز، ازاي يعبر عن مشاعره. فهتبص تلاقي ابنك او بنتك متربي على ان هو يعبر عن مشاعره. احنا مع الاسف في بعض الناس في التربيه ان احنا اتربينا على العنف. وخد بالك لازم تميز بين حاجتين مهمين جدا، في فرق كبير جدا جدا بين الصرامه وما بين العنف. انك تكون صارم، او تكون ما بتفوتش الاخطاء في تعاملك مع اولادك، وبتحسن وبتعدل وبتصلح اول باول، دي نقطه. وانك تكون عنيف، او بتستخدم ايدك او ايدك في تعاملك مع اولادك، او بتستخدم الفاظ تجرحهم او توصفهم بصفات مش صح، دي حاجه تانية خالص. فممكن تكون صارم، وممكن تكون محدد، وممكن تكون واضح، وممكن تكون حاطط حدود للتعامل، وفي احترام بينك وبين اولادك متبادل من غير ما تدخل العنف. ده الشق الاول من العنف. الشق الثاني بقى هو الشق البلد نفسه. هنا في حاجه يا جماعه كتير من حضراتكم اكيد عارفينها، اسمها تشايلد ابيوز. تشايلد ابيوز يعني ما ينفعش يبقى في عنف ضد الطفل. دي عقوبه، في عقوبه في القانون للتشايلد ابيوز. لو انت عملت عنف ضد الطفل وبقى في عنف ضد الاولاد، ممكن الحكومه تتدخل ويسحبوا ابنك منك، يحطوه في دور رعايه لغايه لما يتاكدوا ان انت مظبوط نفسيا. لان انت لما تكون بتتصرف بعنف للطفل، فهنا بيقول لك انت غير مؤتمن على تربيه الطفل ده، وده بيعتبر تشايلد ابيوز. ياخدوا يحطوا في دار رعايه علشان انت مش مؤهل انك تتعامل معاه لغايه لما يتاكدوا ان انت كويس، وبعدين يرجعوا لك. ودي اجراءات وبتبقى بروسس طويله جدا، وبيبقى ارهاق نفسي للاسره وللطفل. فخد بالك ان الموضوع ده صعب جدا. التشايلد ابيوز بالمناسبه مش لازم ان ابنك او بنتك يكون اشتكى او جاب لك 911. لا، هم صحيح في المدرسه بيعرفوهم كده، بيقولوا لو في اي عنف اسري لازم تبلغ، you have to report it. ولكن ممكن حد من جيرانك يشوفك بتتعامل مع ابنك بنوع من انواع العنف، ولو اكتشفوا فعلا ان الموضوع ده حقيقي، وانك انت بتتعامل مع ابنك او بنتك بعنف، ده بيبقى خطر عليك. قبل الحكومه وقبل العادات وقبل ان هم يسحبوا ابنك او ما يسحبوش ابنك او الكلام ده كله. ولكن مهم جدا 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 انك تستخدم وسائل في تأديب ابنك او محاسبه ابنك لما يعمل حاجه غلط، بدون مد ايد او بدون غلط في ابنك او بنتك. علم نفسك ودرب نفسك انك تضبط اعصابك. وانك انت هتقول لي طبعا عيال بتستفز، كلنا عيالنا بيستفزونا، كلنا عيالنا ممكن يخلونا نخرج عن شعورنا، ولكن في نقطه فاصل، حد فاصل. دايما اعمل حد فاصل بينك وبين ان انت تعدي الريد لاين. حط لنفسك كده خط مش هينفع تعديه تحت اي ضغط من الضغوط، علشان صحه ابنك النفسيه. وعلشان طبعا انا مش طبيب نفسي ومش متخصص يعني في علم التربيه، ولكن انا بقول لحضراتكم ده مجموعه خبرات شفتها مع ناس، حصلت مع ناس عايشين هنا في امريكا، ومجموعه محاضرات انا حضرتها كتير جدا عن الطب النفسي وعلم التربيه وتربيه الاطفال من اول الطفل وهو جنين في بطنه. وحضرت كميه محاضرات وسمعت كميه فيديوز رهيبه يعني. فيعني خدوا بالكم، علشان دي امانه ربنا اتمنى عليها في الاول وفي الاخر. مهما كنت انت بتعمل لابنك بيت ولا شهاده ولا رصيد في البنك ولا حاجه جنب ان انت في يوم من الايام تلاقيه طلع مش زي ما انت نفسك فيه. وخدوا بالكم، هختم بجمله سمعتها
من احد الاصدقاء او المقربين ليا جدا في مصر. هو شخص يعني مهتم جدا بعلم التربيه، وكنت بحضر له محاضره في وقت من الاوقات حتى من قبل ما اجي في امريكا. وقال جمله عجبتني جدا جدا جدا، اسمحوا لي اختم بيها الفيديو. قال ايه؟ ولادنا هيعيشوا هيطلعوا زي ما احنا عايشين، مش زي ما احنا عايزين. قولها تاني عشان نقفل بيها الفيديو. ولادنا هيطلعوا زي ما احنا عايشين، مش زي ما احنا عايزين. اتمنى الفيديو يكون عجبك، فضلك تشاركه مع حبايبك، وفضلك ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل له لايك. ولو عجبتكم المواضيع الاجتماعيه دي ممكن نتكلم فيها ان شاء الله في فيديوهات جايه. معلش طولت عليكم شويه في فيديو النهارده عن المعتاد، ولكن زي ما قلت لكم الموضوع مشبك، انا حاولت المه بقدر الامكان. النقط دي بتتلم في ساعات من المحاضرات، فانا حاولت بقدر الامكان الخصها في الوقت القليل ده. اتمنى الفيديو يكون عجبك صديقي العزيز، وبشكرك جدا 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 على وقتك. وكان معاكم ايمن من امريكا.